هذه إنسانة جميلة لطيفة حنونة كالعادة. الإنسانة هذه تقول أمي الله يطول بعمرها عندها صديقة مقيمة في السعودية، أجنبية يعني. صديقتها هذه لنفترض اسمها فاطمة، وفاطمة هذه صديقة أمي مقيمة في السعودية بطريقة غير رسمية. المهم فاطمة هذه متزوجة، من يوم ما تزوجت ما خلفت، وودها وخاطرها بالولد. فكانت تجي عندنا وحدة فلبينية، هذه تسوي مساج بالأعشاب، الآلام المفاصل، اللي عنده مشاكل في المفاصل وكذا. فكانت تجي عشان أمي وزي كذا كل فترة، عندنا رقمها يعني هالفلبينية، تجي كل فترة إذا تسوي مساج وكذا. في يوم من الأيام فاطمة هذه صديقة أمي كان عندها مشاكل في المفاصل، فقالت لها أمي وش رأيك بكلم الفلبينية هذه تجي عندي البيت، تعالي أنت وخليها تسوي لك مساج وإن شاء الله أن أمورك تزين. والفلبينية هذه اللي تسوي مساج تتكلم عربي يعني بطلاقة، وإذا جت تسولف وزي كذا مع الناس يعني اجتماعية وكذا. المهم يوم جات وهي جالسة مع أمي وجالسة مع فاطمة هذه صديقة أمي، فدخلوا في سالفة أنه فاطمة تبي ولد، تبي تتبنى ولد أو شيء. في يوم جابت السالفة هنا الفلبينية بدأت تحكي سالفة واحدة صديقتها فلبينية ثانية. فصديقة الفلبينية هذه تزوجت واحد زواج مسيار فلبيني وحملت. في يوم حملت زوجها الفلبيني رفض، قال أنا ما أبي عيال وزي كذا، يا تسقطين لي في بطنك يا إني بطلقك وخلاص. وبالفعل سحب هذا الفلبيني عليها وسافر وترك الفلبينية هنا وحامل. فبعد ما سحب عليها زوجها الفلبيني طلقها وراح للفلبين، هنا زوجته صارت تشتغل في البيوت عاملة منزلية، بس انها حاطة في بالها انه خلاص مجرد ما تولد الطفل هذا يا انها بتحطه عند مسجد او احد بيتبنى الطفل ياخذه. لدرجة انها كلمت كل اللي تعرفهم العاملات وكذا انه انشروا قصتي، يعني انشروا قصتي انه انا عندي طفل اللي يبيه بعد ما اولد ياخذه وزي كذا. فهذه اللي تسوي المساج جات وكلمت امي يوم سمعت السالفة كذا، كلمت امي قالت لها بما ان صديقتك تبغى يعني ما تخلف وتبغى طفل وزي كذا، وش رايك بصديقتي هذه الفلبينية بعد ما تولد تاخذ الولد تتبناه. امي هنا قالت خلاص انا بكلم فاطمة ونشوف كيف. فراحت امي وكلمت فاطمة هذه صديقتها وقالت اسمعي الفلبينية اللي سوت لك المساج قالت لي سالفة كذا 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 عن واحدة، فعلمتها السالفة كلها. فأكبر غلطة غلطتها أمي إنه قالت لصديقتها فاطمة بما إنك أنت مقيمة بطريقة غير نظامية، وش رأيك بعد ما تولد هذه خذي الطفل وخليه عندك، حتى لو مسكتي بعدين ولا صار لك شيء حتترحلين ويترحل معك هذا الطفل. فاطمة ما صدقت خبر ووافقت على هذا الشيء، لكن الخدامة الحين الفلبينية اللي عندها الطفل اللي حامل بالطفل هذا إحنا ما ندري عنها شيء، وحلقة الربط بيننا وبينها هي حقة العلاج الطبيعي الفلبينية هذه. فتواصلنا معها، فتواصلنا معاها وقلنا لها خلاص وكذا وإن الأمور تمام، مجرد ما تولد فاطمة هذه بتاخذ هذا الطفل. يعني أمي صارت وسيط في هذا الشيء، والتقوا مع بعض في بيتنا هذه حقة العلاج الطبيعي، وفاطمة جو إلى بيتنا وصار كل شيء داخل بيتنا. بعد فترة اتصلت هذه حقة العلاج الطبيعي الفلبينية على أمي وقالت لها ترى الشغالة الفلبينية على وشك ولادة لكن ما عندها فلوس حق الولادة، وش رايكم تساعدوها انتم في عشان الولادة وزي كذا وبعدها بنجيب لكم الولد. فأمي وفاطمة ساعدوها ودبروا لها 1500 ريال والباقي عاد هم دبروه. وبالفعل ولدت هذه الشغالة وجابوا لنا هذا المولود إلى البيت حتى بدمه، يعني انهم ولدوه عن طريق واحدة في بيت او شيء زي كذا. المهم جابوه البيتنا، كل شيء صار داخل بيتنا. في يوم جابوه حتى تقول غسلناه وروشناه وزي كذا، فكانت امي موجودة وصديقتها هذه فاطمة موجودة. في يوم شو بتقول هذه صاحبة القصة يوم شفت الوضع كذا قلت لامي يوم ترى الموضوع يخوف، الموضوع ما هو سهل، الموضوع هذا ترى لو صار فيه قضية ولا شيء هذا اسمه اتجار بالبشر. انتوا قاعدين الان تتاجرون بالبشر،
الطفل بطريقة غير رسمية تعطوه لشخص ثاني، يعني بطريقة غير رسمية وكذا غلط. هذا ما يصير. لكن أمي على نياتها كانت تقول وش نسوي؟ فاطمة هذه ما تخلف وما تقدر تروح تتبنى طفل، وفي نفس الوقت الطفل هذا يعني أمه مجرد ما تولده راح تحطه عند مسجد ولا ترميه ولا شيء، فعلى الأقل تكون فاطمة هذه تربيه، وربك عارف بالنية. لو فرضا صارت مشكلة ولا قضية ولا حاجة حتترحل فاطمة لأنها جالسة بطريقة غير نظامية، ويترحل هذا الطفل معها. فكان هذا تفكير أمي وتفكير فاطمة. المهم الطفل هذا يوم روشناه وزي كذا، فاطمة أول ما أخذته فرحتها غير طبيعية لأنها تبغى أطفال. وكل شيء صار من يوم جابوا الطفل ويوم سولف ويوم فاطمة أخذت الطفل وفرحانة فيه، كله قاعد صاحبة القصة تقول قاعد أصوره بالفيديو كل شيء، حتى المحادثات اللي صايرة بين أمي وبين فاطمة وبين أمي والحق العلاج الطبيعي الفلبينية من سوالف كلها موجودة ومثبتة بالمحادثات. يعني فاطمة أخذت هذا الطفل وربته عنده لمدة 1 و4 شهور أو 1 و6 شهور. خلال الفترة هذه كانت تحكي لوحدة صديقتها، فاطمة تحكي لوحدة صديقتها أنه سالفة الولد كذا كذا كذا. في يوم من الأيام صار في خلاف بين فاطمة وصديقتها هذه، راحت صديقتها للشرطة وبلغت وقالت ترى فاطمة هذه سارقة طفل، والطفل هذا له 1 و6 شهور. المهم الشرطة والبحث وذا راحوا لبيتها، البيت فاطمة، يدورون الطفل، يدقون الباب عليه ما تفتح. المهم يدورون فترة طويلة لين ما طلعت يوم من الأيام ومسكوها. أمسكوها الشرطة وخذوها للتحقيق. أخذوها للتحقيق وجلست عندهم، طبعا أخذوها هي والطفل، أخذوها أسبوع كامل هم يحققون مع فاطمة هذه. طبعا فاطمة الآن في مصيبة لأنها مقيمة بطريقة غير نظامية، معاها طفل، الطفل هذا ما هو ولدها، يعني برضو هذا شيء غير نظامي، فمصيبة الحين. المهم أمس اتصلوا على أمي، معك الشرطة نحتاج انك تجي لأنه في تحقيق نبغى نحققه معك. راحت لهم أمي وإلى هذه اللحظة وأمي عندهم. طبعا اليوم السالفة راحت النيابة، أخواني راحوا شافوا أمي، اطلعوا على القضية. القضية اسمها تجارة بالبشر أو إتجار بالبشر، وقالوا إنه أمي ما راح تطلع إلين ما يجي الوسيط الثالث اللي هي الفلبينية اللي تسوي أو تعالج بالعلاج الطبيعي. وإحنا أصلا يعني علاقتنا معها أو تواصلنا معها عن طريق رقم الجوال، يعني ما ندري حتى هي نظامية ما هي نظامية، بس اللهم إذا احتجنا مساج أو شيء لأمي أو لأحد من صديقاتها نتصل عليها. حتى في النيابة يقولون واضح أن السالفة فيها حسن نية من أمي ومن فاطمة، لكن القانون لا يحمي المغفلين، ما في شيء اسمه حسن نية. موضوع فيه تستر وفي طفل وفي أشياء غير نظامية وحاجات يعني مخالفة للقانون، فهذه الأشياء كلها يعاقب عليها الشخص، حتى لو قال أنا ما أدري يعاقب عليها. فالحين هم يبغون يوصلون للطرف أو الوسيط اللي هي الفلبينية اللي تسوي العلاج الطبيعي عشان يوصلونهم للأم اللي هي الشغالة الفلبينية أم الطفل هذا. فصاحبة القصة تقول يا وليد أنا يعني جيت أقول القصة هذه عشان تعطونا حل إيش نسوي، لأنه إحنا بس مجرد ما اتصلنا على محامي نبغى نستفسر بس استشارة طلب مبلغ وقدره، إحنا ظروفنا صعبة يعني، فإن نوكل محامي وكذا هذا صعب علينا. والشيء الثاني تقول أنا شوف شايفة وضعنا كيف لما أمي في يعني في التوقيف يوم كيف وضعنا وإحنا كبار بناتها وزي كذا. أما الفلبينية اللي تسوي المساج هذه اللي كانت وسيطة تقول أنا عارف إنه عندها طفلين صغار، فما أحب إني أروح أبحث وراها وزي كذا وأجيبها ويسجنوها وعندها الطفلين المساكين الصغار وتسبب في سجن شخص ثالث، أطفالها وين يروحون؟ لكن في نفس الوقت تقول أمي أهم من كل شيء، فإحنا نبغى حل الحين. إيش ممكن نسوي؟ إيش نصلح؟